عليكم، شلونكم حبايبي؟ اخباركم؟ هنا راح نسوي الدولمة. عندنا التمن وبصل ثارميه ناعم، وثوم وطماطة ثارميها ناعم، وضفنا التوابل، بهارات دولمة وفلفل اسود والماجي والمعجون والكاتشب ودبس الرمان واللامندوزي واللحم مثروم والليه. هنا راح نخلط المواد كلها سوية. ضفت شوية زيت الزيتون بالحشوة بنات، ضفت زيت الزيتون. هنا حضرنا الجدر، راح نضيف أعواد السلق والباقلة والجزر واللية واللحم. هنا عندي فلفل ألوان والطماطة، وهنا عندنا السلق واللهان. هنا سلقتها هي والبصل بجدر، يعني بس فارة مرتين ثلاثة طفيتهم على مود بسرعة يستوون. يعني ضروري تنسلق اللهانة والبصل هم حتى يصير الشغل بيه بسهولة. هنا صورناهم كل التفاصيل. طبعا طلعت حامضة وحلوة وحارة كلش طيبة. هنا راح نلف الطبقة الأولى، عبارة عن بصل والفلفل والطماطة، والطبقة الثانية راح تكون سلق ولهانة. حبايبي لا تنسون اللايك. طبعا أنا أحب أصور يعني أشياء سريعة حتى ما يكون الفيديو ممل. انتو شو تحبون، أطول الفيديو ولا باقي هيك قصير؟ هنا حبايبي راح نخليها على النار، عليها شوية، علي النار مع الطباخ حتى تذب المي مالتها كلها هي الدولمة. بعدين يلا أضيف مي إذا احتاجت. أنا هنا احتاجت تقريبا قلاص مي. زين هنا بلشت تفور. بعدين راح اهدرها على نار كلش هادئة. وهنا شكلها النهائي. طبعا والله العظيم فد طعم فد ريحة فد نكهة تستاهل حلقكم. وسهمكم العافية حبايب قلبي.